السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية طبعا بحب ارحب بجماهير المارد الاحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد على النادي الاهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. في البداية كل سنة وحضراتكم طيبين. اللهم اجعل ايام رمضان جابرة للقلوب وساترة للعيوب وماحية للذنوب مفرجة للكروب. اللهم تقبل صيامنا وصالح أعمالنا، اللهم آمين. وكل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة النادي الأهلي بمن حضر. النادي الأهلي بمن حضر. النادي الأهلي كسر عقدة سيمبا التنزاني. النادي الأهلي قدر يكسب سيمبا التنزاني في تنزانيا، ودي أول مرة تحصل في تاريخ المواجهات ما بين الأهلي وسيمبا التنزاني. النهارده النادي الأهلي كسب بروح الفانلة الحمراء زي ما بيقولوا. الاحداث والمشاكل اللي حصلت قبل مباراه سيمبا على غرار ان لعيبه النادي الاهلي اللي كانت مشاركه مع منتخب مصر في البطوله الوديه اللي لعبها كابتن حسام حسن، كل ده راح النهارده بسبب فوز النادي الاهلي على سيمبا التنزاني 1-0. كل ده ما حدش هيتكلم عنه، كل ما حدش هيعلق عليه، لان النادي الاهلي كسب سيمبا التنزاني. وعايز اقول ان بعض من جماهير النادي الاهلي زعلانه من تصريحات حسام حسن، وبالرغم من ده انا بقول يعني ما نزعلش من الكابتن حسام حسن، بس بنطالبه ان هو يمشي على الاطار ده مع كل الفرق وكل الانديه. ما فيهاش اي مشكله ان هو يصمم ان اللعيبه تلعب، يصمم ان اللعيبه تشارك، وان في 7 لعيبه من النادي الاهلي لعبوا في مباراه مصر وكرواتيا. كل ده ما فيش منه مشكله طالما ان هيمشي على جميع الانديه وجميع الفرق. والنهارده زي ما قلت، النهارده المباراه كانت مباراه، يعني احنا كنا بنقول يا رب نطلع تعادل، يا رب نطلع تعادل، لان احنا كنا بصراحه مش يعني خايفين على اللعيبه اللي شاركت مع منتخب مصر في البطوله الوديه. والنهارده لعبوا منهم لعيبه كتير من اللي شاركوا في البطوله الوديه دي لعبت النهارده مباراه الاهلي وسيمبا. عندك زي مصطفى شوبير وقفشه ومروان عطيه ومحمد هاني ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. في 7 لعيبه او 6 لعيبه لعبوا مع المنتخب ولعبوا النهارده في مباراه سيمبا، والحمد لله عامل اللياقه ساعد على ده، واللعيبه طلعت رجاله. طلعت رجاله. في اول 5 دقائق قدرنا نجيب جون عن طريق احمد نبيل كوكا بتمريره من محمد هاني. النهارده قدم اداء ولا اروع. وانا هسمي يعني مش هسمي اللعيبه كلها طلعت بصراحه رجاله. وبالنسبه لي راجل المباراه النهارده هو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير النهارده تصدى كور كتيره وكلها اهداف. سيمبا التنزاني في الشوط الاول كان على الاقل كان في 4 اهداف يعني اكيده تصدى ليها مصطفى شوبير، اللي بنتمنى له التوفيق. وكمان عايز اقول ان مصطفى شوبير بالمناسبه، ان لو مصطفى شوبير لعب مع منتخب مصر في البطوله الوديه دي ما كناش متهيالي خسرنا بالنتيجه الكبيره دي. ايوه، ما كناش خسرنا بالنتيجه الكبيره دي. لو مصطفى شوبير كان واقف في مكان ابو جبل في ماتش مصر وكرواتيا ما كناش شفنا الاجوان دي دخلت في مصطفى شوبير. واللي شفناه النهارده من مصطفى شوبير يثبت الكلام اللي انا بقوله، لان مصطفى شوبير هو مستقبل النادي الاهلي ومستقبل منتخب مصر في اللي جاي. كل مره بنطلع بنتكلم عن مصطفى شوبير بادائه اللي احنا بنشوفه في الملعب، وكل النهارده هيطلع في البرامج هيتكلم على مصطفى شوبير، لان هو السبب الاساسي ان المباراه تطلع بالنتيجه دي. ده غير طبعا محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، شفناهم في اداء دفاعي رائع مع انهم لعبوا ماتشين منتخب مصر. وده اللي انا بقول عليه، ان اللعيبه دي اللي لعبت النهارده في ماتش الاهلي وسيمبا هم اللي لعبوا مع منتخب مصر المباراتين في البطوله الوديه. رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم قاموا بمباراه قويه وطلعوا رجاله. ومروان عطيه و واحمد نبيل كوكا وعمرو السوليه اللي بقاله فتره يعني مش ظاهر، بس طالع النهارده وبيقدم الادوار بتاعته بكل بكل قوه. يعني الراجل كل اللعيبه النهارده كانت بتقدم مباراه قويه، وكله عايز يطلع النهارده بنتيجه كويسه. وده اللي احنا شفناه في الشوط الاول. كان اداء النادي الاهلي رائع وكان فيه هجمات رايحه. الشوط الثاني حصل العكس. نادي سيمبا نزل في بدايه الشوط الثاني من اول دقيقه بدا يضغط على النادي الاهلي
زي ما كلنا شفنا، وكان في بعض التصويبات على مصطفى شوبير، وطبعا مصطفى شوبير تصدى لها، وكان في هجوم من سيمبا التنزاني وضغط على النادي الاهلي عشان يعوضوا الهدف اللي دخل فيهم من الشوط الاول. وكنا بندعي بنقول يا رب مارسيل كولر ما تاخرش في التغييرات، لان حسينا ان اللعيبه يعني خلاص اللياقه البدنيه بتاعتها بدات تنزل. وبالفعل يعني في الدقيقه 66 بدا مارسيل كولر بالتغييرات. نزل محمد طاهر و رضا سليم مكان بيرسي تاو وحسين الشحات. ومن ساعه ما نزل رضا سليم بدانا نشوف النادي الاهلي بيطلع بكور، ورضا سليم عمل كذا كوره، بالذات لما بدا برضو نزل قفشه مكان مروان عطيه، ونزل كهربا مكان موديست. حسينا ان النادي الاهلي بدا يعني حالته ترجع. الاربع لعيبه اللي نزلوا فوقوا اللعيبه، والاداء اتحسن. لان احنا قبل التغييرات كنا مضغوطين في وسط ملعبنا، بعد التغييرات بقينا نهاجم. رضا سليم راح، وكهربا ضيع اكتر من فرصه، وكان اداء النادي الاهلي في المباراه في الشوط الثاني بالذات بعد التغييرات كان اداء رائع. وده اللي احنا بنقوله، النادي الاهلي بمن حضر، النادي الاهلي عارف قيمه بطوله افريقيا، وكمان مصمم ان هو يوصل للمراحل المتقدمه وللنهائي. ان شاء الله هنوصل للنهائي، وبالرغم من كل اللي احنا بنشوفه من ضغوط على النادي الاهلي. احنا شفنا الاتحاد التنزاني ساعد سيمبا، وهيساعد الفريق الثاني اللي في بطوله افريقيا، ان هو ساب اللعيبه اللي كانت منضمه للمنتخب، سابهم لسيمبا عشان يقدروا يلعبوا النهارده، بعكس ما حصل من الاتحاد المصري لكرة القدم، او اللي حصل من الكابتن حسام حسن، ان هو صمم ان هو يلعب بلعيبه النادي الاهلي. والدليل ان تصميم حسام حسن على انضمام 10 لعيبه من النادي الاهلي، ده يثبت ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي هي احسن وافضل لعيبه في مصر. احنا هو طول عمرنا النادي الاهلي بيمثل المنتخب، بس مش بالعدد ده، مش من 10 لعيبه، وكمان 10 لعيبه اكتريتهم من العناصر الاساسيه، اكتريتهم من الفريق الاساسي للنادي الاهلي. ومش عايز اعد لك دلوقتي، زي ما قلت لك مصطفى شوبير ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وقفشه ومروان عطيه، وطبعا امام عاشور اللي غايب بالاصابه وبنتمنى له الشفاء. وكمان النهارده كان في لمحه طيبه من الكابتن محمود الخطيب، ان هو راح زار الكابتن احمد رفعت في المستشفى، والحمد لله احمد رفعت بدأ يفوق وبدأ يتكلم وبدأ يتحرك، والحمد لله، ونتمنى له الشفاء، وإن شاء الله يرجع للملاعب أحسن من الأول. وفي النهاية أنا عايز أقول للنادي الأهلي مبروك، وأقول لجماهير النادي الأهلي مبروك. بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في اللي جاي. النادي الأهلي هيلاعب سيمبا التنزاني ماتش العودة هنا في القاهرة يوم 5/4 تقريبا، يوم الجمعة. إن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي. قضينا نص المسافة، وإن شاء الله نكمل النص الثاني يوم 5/4 اللي جاي. بنتمنى للنادي الاهلي التوفيق، وان شاء الله نطلع رجاله زي ما لعبنا النهارده في ماتش سيمبا التنزاني في تنزانيا. وما تنساش كل يشوف الحلقه يعمل لايك ويعمل شير ويكتب تعليق ويقول لنا رايه، ونقول للنادي الاهلي مبروك. وما تنسوش ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.